إنه رجل المرور يصل الليل مع النهار متفانيا في عمله، يحول دون وقوع الحوادث ويمثل سلطة القانون بصافرته وزيه الرسمي. في العراق الجديد تعود صورة قديمة يعاقب فيها رجل المرور إذا ما تأخر موكب المسؤول في السلطة. جيت قطعت السير، سيارتي انبقت، عبرا قلت له بس خلي عبرا، اجى هو الحمايه مالتهم ظل يصيح علي. قلت له انا دا عبرك يعني دا سهل لك امر، ليش انت دا تسوي هيجي؟ المهم اجى قام يصيح ويعيط علي ودفعني وضربني. اجوا 13 واحد شيتوا علي، اجى عقيد مهند اجى يركض من هناك، اجى فتح الباب على المسؤول دا يحاكيه يقول له ليش هاي الحاله صارت؟ ضربوه بالاخماس على ظهره. والله اعتداء من حمايه وزير حقوق الانسان علينا على مفرزتنا بالضرب قدام العالم، وحتى ابو النجده بتدخل وسحبوا عليه اسلحه ورجعوا لي ورا، وابو الحرس ابو جيش العراقي كان واقف يعني وهانونا بالشارع. القصة كما يرويها الشهود تشير إلى انزعاج وزير حقوق الإنسان من تأخر موكبه لدقائق معدودة، فأطلق الأمر بمعاقبة رجال الأمن من شرطة المرور والنجدة المحلية، مما أدى إلى دخول أحدهم إلى المستشفى وإصابة الآخرين برضوض وكدمات. رجل واحد جربيها، واحد يجرب بالمسدس مالته، العقيده شويه من الوزير راسه بالبندقيه على ظهره. جينا احنا قلنا لكم على كيفكم على كيفكم على كيفكم، دق علينا، ذبوا كاسكيتاتنا بالقاع، ابو الحرس ضربوه، ابو النجده ضربوه. نريد نخلص بس رواحنا، نريد بس شيء بس نتفاهم وياهم ماكو. والله انا ما ادري، كنت واقف هنا فشفت 4 شاتوا على المرور خطيه، يعني هجموا على المرور. فالجماعه ضابط المرور تدخل هم انضرب وياهم، فجت جيش من هنا عبر لهم يلا شلون راحوا. اي بس رايد اوجه رساله للمسؤول، اقول اذا حمايه المسؤول تسوي هيك، فكيف تكون الدواعش؟